السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنوجد معكم لي صيغار اللي كنحتاجوهم، اللي كنوجدوهم بجوج حشوات مختلفين، حشوة بالفرomاج وحشوة لي فخوي دماغ. كيف ما غتلاحظوا معايا فهما كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذين بزاف. اللي كنحتاجوا ليهم 3 د البصلات متوسطين وجوج والبصله خضاريه حتى هي كتجي زوينه بزاف. وهنا غنديروا زيت الزيتون حتى هي نديروا كميه مناسبه، مقدار 2 معالق كبار، وغنخليو يتشحر هذا الشيء كامل. وغناخذوا لي فخوي دماغ، غناخذ انا الكروفيت طريه غنقشرها وكل شيء، والكالامار غنقطعو صغير. هنا غنغطي على البصله نخليها تشحر مزيان حتى تهبط، عاد نزيد عليها الفلافل وكل شيء. هنا من بعد ما بدات البصله كتشحر، هنا قطعت الفلافل الالوان الاورانج والاحمر والاخضر. كيف ما كتلاحظوا كيعطيو الالوان زوينه، ملي كيكون عندنا لوينات هكا مختلفين كيعطيو المذاق، وحتى اللون كيعطيو اللون واعر. وهنا غنخليوها تشحر ونغطيو عليها. هنا بديت كنصور معكم غير المراحل باش ما يجيش الفيديو طويل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش فيه بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. غبرت عليكم مده ما بقيت حطيت لكم شي فيديو، حيت الاخوات بزاف كيسولوني علاش ما بقيتش كتحطي لينا الوصفات. فسجلت لكم هذا الفيديو هذا، قلت ما فيها باس مره بمره نبقى نحط لكم شي فيديو. كيف ما كتعرفوا في اليوتيوب والمشاهدات ضعيفه بزاف، يعني ما كاينش الربح ولا شي حاجه، غير كنحط لكم الفيديوهات وصافي. هنا زدت الكالامار وزدت هاد العطريه هذه ديال الحوت كتجي زوينه بزاف. درت منهم مقدار ملعقه كبيره فهما كيعطيو اللذه، وثلاثه د الوريقات ديال سيدنا موسى، وهنا الفلفله حمراء حتى هي غندير معلقه صغيره، والكركم طبيعه الحال باش يعطيو لينا اللون، يعطيو لينا حتى المذاق. فانا ما كنستعملش الزعفران او الملون الاصطناعي، غير الا كان الزعفران حر. هنا ضفت ملعقه صغيره حتى هي ديال الملحه، وانتم حسب الرغبه. انا كنفضل الاشياء اللي كتكون طبيعيه احسن من الملونات الاصطناعيه. الا كان زعفران حر فهو من الاحسن، اما الا كان غير ملونات فما كاين لاش. وهنا خليت حتى تشحر مزيان داك الكالامار. الكروفيت فهو ما كيحتاجش يطيب بزاف، كنخليوه هو الاخر، كنطيبوه غير 2 دقائق، وكنزيدوا عليه القزبر حتى هو ما بغيتوش يطيب مزيان، درتو حتى الاخر باش يبقى ليا المذاق ديال القزبر. شي مرات كاع ما كنطيبو كنزيدو غير مع الشعريه الصينيه باش كيبقى كيعطي لينا ديك النسمه ديالو، حيت الا طيبناه مزيان كتمشي ديك الريحه ديال القزبر. كيف ما كتلاحظوا هنايا من بعد ما تشحر، فانا ما غنخليهاش تشرب داك الماء، غنطفي عليها بعد ما ضفت عليها القزبر، خليها تشحر غير 1 دقيقه صافي. ديك الساعه نطفي عليها ونصفي داك المرق باش ندير فيه الشعريه الصينيه، نطيب فيه الشعريه الصينيه باش داك المذاق ديال الحوت في داك المرق غيطلق فيه النسمه، تكون ديك الشعريه الصينيه فيها المذاق ديال الحوت. كيف ما تلاحظوا هذاك المرق صفيته وخليته في نفس الطبق، وزدت 3 ديال الشعريه الصينيه. دابا غنخليهم يطيبوا واحد شويه، 1 2 دقائق صافي. غنطفي عليهم حيت الشعريه الصينيه دغيا كطيب. وهنا من بعد ما قطعت شعريه الصينيه، من بعد ما طابت قطعتها وصفيتها. هنا خلطتها مع الحشوه ديال الحوت وكل شيء، وخديت الورقه. فانا كنستعمل هذه النوعيه هذه، نتوما استعملوا اي نوعيه كتعجبكم. فهذه فيها بزاف ديال الاحجام، فيها الحجم الكبير وفيها الحجم الصغير وفيها الحجم المتوسط. فانا خديت شويه ماشي متوسط ماشي كبير.
كاين اللي كبير على هذا وكاين اللي صغير على هذا وصغير عاوتاني، يعني متوسط على هذا وصغير، وكاين حتى الصغير كاع كاينين فيهم بزاف. فمن الاحسن هذوك ديال الفرomاج كيجيو زوينين بزاف، هذوك الصغيورين كيجيو واعرين بهم، كيجي الحجم هو هذاك. هنا فبديت كنعمر بهذه الطريقه هذه، كنحط الحشوه وكنلصق بالخليط اللي وجدته. درت غير شويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء بداك الخليط، كنلصق فما كيتحلوش كيف ما غتلاحظوا في الفيديو. في الاول كنت كنلصقهم غير بالماء، فحتى بالماء ما كيتحلوش. هنا فانا استمريت بنفس الطريقه حتى كملتهم كاملين. غير هنايا فانا صورت معكم غير واحد شويه باش ما يجيش الفيديو طويل، ومع ذلك جا فيه 10 دقائق على حسب، حيت درت فيه جوج حشوات مختلفين. ما هو كان الفيديو غيكون فيه غير 6 دقائق نورمالمون. هنا من بعد ما طيبت الزيت بديت كنقلي السيجار. غنخليه يتحمر غير يولي اللون ديالو ذهبي، ما تخليوش يتحمر بزاف، حيت ملي كيكون اللون ديالو ذهبي كيجي حسن لا في المنظر ولا حتى في الماكله، كيجي واعر. فانا في الاول بديت غير بجوج لي فورشيت، وفي الاخر وهنا كيف ما كتلاحظوا فبديت كنكمل القلي ديالي حتى كملتهم كاملين. صورت معكم شويه ومن بعد صورت معكم شويه في الاخر، حيت باش تكون عندي الوقت. هنايا كنت مزروبه على قبل الدراري كانوا جاو باش ياكلوا، فعليها بديت كنقلي دغيا باش يتكلوا سخونين، حيت ملي كيبردوا كتمشي ليهم الا خليناهم مده طويله حتى يبردوا مزيان كتمشي ليهم ديك القرمشه ديالهم. انا كنفضلهم مقرمشين. هنا فالاضاءه مزيانه، هنايا كتلاحظوا اللون خاصو يكون هكا ذهبي، وهذا اللون هذا كيجي بيه واعر، وحتى المذاق كيجي زوين بزاف. هنا كيف ما كتلاحظوا في هذيك دوزت ليها شويه في الطياب، مع كنت تلاهيت مع بنتي الصغيره دزت ليها شويه في الطياب بحال هذه جاتني نيشان. وهنا غندوز نوجد معكم الحشوه ديال الفرomاج اللي كتجي لذيذه بزاف، كيحماقوا عليها الدراري الصغار وحتى الكبار، حتى انا كتعجبني. هنا شديت الفرomاج، اي نوعيه تقدروا تستعملوها، تقدروا تستعملوا حتى فيلادلفيا. انا استعملت غير هذه النوعيه هذه، فهي رخيصه ديال ليدل، ودرت فيها 4 ديال فرماجات متلتين. تقدروا تستعملوا حتى مربعين، يعني اي حاجه كيغي ولا اي حاجه كتفضلوها نتوما. فانا قضيت بداكشي اللي عندي، وكيعجبني المذاق ديال الزعتر. تقدروا تستعملوا الحبق او اي مذاق كيعجبكم نتوما. انا هنايا كنفضل الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون. صافي غنخلطهم كاملين حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، وغنبدا نعمر في الوريقات كيف ما كتلاحظوا. انا خديت نفس الورقه، ما كانش عندي ديك الصغيره، بما انني حليت هذه فقلت خاصني نكملها، وبديت كنعمر بنفس الطريقه. هنا كنوري لكم الحجم ديالها. وانا دهنتها بنفس الطريقه كيف ما درت الاخرى، دهنتها وبديت كنلصق يعني كيف ما درت.
وهنا فمن بعد ما قليتهم فكيف ما كتلاحظوا اللون ديالهم كيجي ذهبي، كيجي واحد اللون زوين بزاف، وكيجيو عامرين بالفخوماج. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا في القناه فضلا وليس امرا. ودمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.